السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وعاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. انا النهاردة هعمل لكم سلطة الكول سلو، حلوة جدا وسهلة جدا وطريقتها بسيطة زي بتاعة المحلات بالظبط من بره، وهنعمل كمية كبيرة بشوية مكونات صغيرين. تعالوا لكم عندي ايه بقى. انا عندي نص كرنبايه اللي هي بتبقى الصغيره، في منها ابيض وفي منها البنفسجي، بناخد الابيض. ومعايا جزرتين انا مقطعاهم، ومعايا عسل، ومعايا مايونيز، ومعايا علبه زبادي، ومعايا دي كبه عندي كبيره بقطع فيها على طول بتسهلي الموضوع. إيه مش عندك اعمليها بمخرطة الملوخيه، يعني حطي قطعي كده ورق كرنب على الترابيزه او صينيه، وجيبي مخرطة الملوخيه واخلطيها كأنك بتخرطي الكرنب، هيطلع معاكي تقطيع صغير وهتبقى سهلة جدا. والجزر ابشريه بمبشرة. انا هنا هقطع الكرنب بقى في الكبة بتاعتي، اسهل لي واسرع لي بسرعة وبتاخد الكمية اللي انا عاوزاها بسرعة. هنزل الجزر على حسب ما انا عاوزة وهروح اطحنها في الكبة، وهجيلكم تاني على طول. ما بتاخدش اكتر من اقل من نص دقيقة في الكبة، هطحنها واجيلكم. انا اهو طحنتها، ما خدتش بالظبط اكتر من نص دقيقة. شايفين صغيرة جدا، متقطع ناعم، يعني مش ناعم جدا طبعا. هجيب بقى بولة كبيرة هحط فيها علبة زبادي، ايا كان زبادي بلدي او زبادي جهينة او اي نوع زبادي عندك اللي متوفر. ده اللي كان متوفر عندي، يعني مش هشتري حاجة مخصوص والحاجة موجودة في التلاجة. وهاخد بقى معلقتين 3 كده مايونيز حلوين، عايزة تزودي زودي. وبعد ما بنخلص الخلطة وبنحط عليها الجزر والكرنب، لو محتاجين نزود كمان من الصوص يعني هنزود تاني عادي لحد ما توصلي للحاجه اللي انت عاوزاها. هجيب معلقه نظيفه وهاخد منها معلقه عسل مليانه كده. شايفين مليانه ازاي؟ اشيل بقى المعلقه التانية خلاص، احطها في جنب عشان نكمل بالمعلقه اللي فيها العسل، عشان طبعا العسل ما يحصلوش حاجه. بناخد بمعلقه منه نظيفه. هقلب ده كله كويس جدا في بعضه. وانا حاسه كون ممكن تقيل شويه، ممكن اخد، كان عندي لبن، خدت يعني معلقتين لبن عشان بس اسيل الموضوع شويه، خليه بس سيل. مش موجودين معلقتين اللبن، ممكن معلقتين ميه، يعني ده او ده متوفر، مفيش اي مشكله. هو كل الموضوع بس عشان اخليه يعني خفيف شويه. هقلبهم كويس جدا في بعض. وبعد كده بقى هنحط الكرنب والجزر اللي احنا طحنا على على الخلطه دي، ونقلبها كويس في بعض. الكول سلو دي بنجيبها من بره بكتير، تبقى كمية قليلة وسعرها غالي. انا عملت كمية محترمة جدا زي ما انتوا شايفين بمكونات بسيطة ومش مكلفة. هقلبها بقى كويس، وهنشوف عاوزين نحط تاني يعني نزود زبادي ومايونيز ولا كده هيبقى خلاص. هفضل بقى اجيب من تحت لفوق كده عشان ادخل كله في بعضه. انا هنا هحط ممكن معلقه زبادي كمان ومعلقه مايونيز كمان، عشان انا بحب الصوص فيها يبقى تقيل كده وقوامه يعني غرقان فيها كده، بتبقى طعمها حلو قوي. هقلبه بقى شويه كده حلوين ونرجع تاني. واحفظيها بقى في علبه مقفوله محكمه في التلاجة، هتقعد معاكي. انا هقفل وهقلب كويس وارجع. بصوا انا هنا حطيت معلقه زبادي تاني ومعلقه مايونيز عشان اظبط بس القوام بتاعها، هو ده اللي انا ضفته فقط، وانا يعني فاصله القمر. مش عايزه اقول لكم بقى طعمها عامل ازاي وحلوه قد ايه، وبجد طعمها زي بتاعت من بره بالظبط، مفيش اي اختلاف نهائي. هجيب بقى منديل كده همسح بقى طبقي كده مسحه حلوه نظيفه، وهي تقعد في التلاجة حوالي، يعني تقعد معاكي حوالي 15 يوم في التلاجة لو قعدتي تسحبي منها. يعني بتقعد في التلاجة اهم حاجه في علبه محكومه ومحفوظه. هجيب بقى، انا كان عندي طماطم شيري كده، احط واحدتين على الوش. وكده الوصفه بتاعتنا خلصت. يا رب تكون سهله وبسيطه. اتمنى تكون عجبتكم، وقولوا لي في التعليقات بتاعتكم، وشوفوني في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.